صباح الفل عليكم، يا صباح الجمال على أحلى مستمعين، مستمعي راديو إعلام الخير. معاكم مؤمن السمري في حلقة جديدة من برنامج بلد العجايب. وزي ما احنا متعودين في كل حلقة بنتكلم في كل جديد وعجيب في البلد. مستني مكالماتكم ورسائلكم على رقم 041 41 9 52 9 أو على صفحتنا على الفيسبوك بلد العجايب /إعلام الخير. هنتكلم النهاردة في الجديد اللي بيحصل في البلد. عندنا أول حاجة هنتكلم فيها وهي خبر كده لايت خفيف هنتكلم فيه، وهو إن إيرادات فيلم فاست 8 تخطت $1 مليار في أول 18 يوم عرض. ودي طبعا تعتبر يعني سابقة في تاريخ السينما الأمريكية، وإن الفيلم يحقق الإيرادات دي كلها ده طبعا راجع لأن السلسلة من بدايتها كانت قوية واستمرت في قوتها. وشكلنا كده يعني أنا سمعت في أخبار بتقول إن في فاست 9 وفاست 10 إن شاء الله نازلين. شكلنا هنشوف سلسلة فعلا من بدايتها لآخرها قوية جدا، وشكلنا لسه هنشوف إبداع أكتر في الأجزاء الجاية إن شاء الله. عايز أفكركم برسائلنا وتليفوناتنا، اللي عايز يكلمنا في التليفونات 041 41 9 52 9، دي التليفونات والرسائل. ولو حد عايز يشارك معانا على الفيسبوك يقدر يشاركنا على صفحتنا على الفيسبوك بلد العجايب / إعلام الخير. عندنا تاني خبر النهاردة، ودي حاجة عجيبة جدا، وهو قرار في مجلس النواب بيناقش حقوق المواريث. وديت طبعا حاجة غريبة جدا، ان المواريث عايزين يبقى الست تورث زيها زي الراجل بالظبط. دي طبعا تعتبر أعجوبة لان الشرع نفسه ما قالش كده. للأسف خلصت حلقتنا النهاردة، بس أخبارنا وأعجبنا لسه ما خلصتش. هنختم معاكم بأغنية أحلى وأحلى لعمرو دياب، واستنونا في حلقة جديدة الأسبوع الجاي من نفس الميعاد. كنت معاكم مؤمن السمري في بلد العجايب على راديو إعلام الخير. مع السلامة.